بعد ما خلصت فرجة على ماتش الاهلي والوداد امبارح وانا عمال اعيد وازيد في الملخص بتاع المباراة حوالي 20 مرة من امبارح للنهارده، عايز اشوف ايه الاسباب اللي ادت لان الاهلي يكون كسبان 2-0 ومسهل المباراة على نفسه جدا الجاية ان هو يجي فيه جون يغير احداث او مجرى نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب. قبل ما اقول لك ايه هما السببين، تعال نتفق على حاجة، ان الحكم رغم ان هو وتر اللقاء وما كانش مناسب جدا للقاء وارتكب اخطاء ما ينفعش يرتكبها اي حكم صغير، ولكن طبقًا لآراء الحكام الكبار اللي طلعوا بعد المباراة، قال لك إن ما كانش في خطأ مؤثر في نتيجة اللقاء، يعني سواء ضربتين الجزاء بتوع حسين الشحات ما أكدوهاش بنسبة 100%، الطرد ما اتأكدش بنسبة 100%، قال لك مش متوفر فيه الشروط ال4 للطرد اللي هو انفراد صريح والمسافة من الملعب التانية، فبغض النظر الحكم ما كانش مؤثر على نتيجة اللقاء، لكن اللي كان مؤثر على نتيجة اللقاء أوي بقى، أول حاجة أنا شُفت لعيبة النادي الأهلي ما شُفتش فيهم الحماس إن هم يجيبوا التالت والرابع، ونتيجة لعدم رغبة اللاعبين اللي أنا شُفتها إن هم ما يجيبوش أجوان كتيرة، دي ظهرت في الفرص اللي ضاعت، سواء من محمود كهربا الكورتين لمّا كهربا جات له من مدافع الوداد وشاطها ضعيفة جدًا، وأنت كمهاجم النادي الأهلي المفروض بكل قوة تروح حاططها في أي زاوية، سواء الكرة التانية اللي بيرسي تاو لعبها لكهربا وشاطها بشماله وكانت سهلة جدًا في إيد حارس الوداد، كان سهل جدًا إن أنت تروح يعني تفتح زاوية برجلك الشمال وتروح راكنها أسهل من كده، والكرة اللي أليو ديانج يعني مش عارف تستلم كرة أليو ديانج على خط ال18 وتدّيها لكهربا، في كور غريبة ضاعت من النادي الأهلي، ما حسيتش إن النادي الأهلي عنده القوة والشراسة إن هو عايز يكسب 3 و4 و5، ده كان إحساسي. انزل اكتب لي في الكومنتات كان إحساسك إيه؟ كنت شايف لأ لعيبة النادي الأهلي كانت عايزة تكسب والّا حسيت لأ الوضع عادي وسهل وما فيش مشكلة والّا إيه؟ تاني حاجة بقى اللي باحمّله المسؤولية الكبيرة جدًا هو مارسيل كولر. أنت يا كورة ما شُفتش في لعيبتك الحماس إنها تجيب التاني والتالت والرابع، وشُفت بعد الجون التاني الوداد بيحاول يهاجم، أنت كان مطلوب منك إن أنت تسرّع تغييراتك شوية، لازم يسحب كهربا وينزّل عمرو السولية كرابع في نُص الملعب، أو يسحب كهربا وينزّل محمود متولي عشان يأمِّن دفاعاتك كويس جدًا. لو بُص على كورة الهدف، سيبك بقى من خطأ علي معلول الوارد جدًا إن هو يحصل في كورة القدم، ومحمد عبد المنعم استهتاره، ما كنت طلّع الكورة من الأول يا عبد المنعم، وشوبير ما تمسكها من الأول، كل ال3 أخطاء واردة. لكن أنت يا كولر كنت لازمًا تأمِّن نُص ملعبك، ما شايفين خط ال18 بتاعنا فاضي إزاي؟ لكن عامةً الأهلي طلع كسبان مش خسران، عندنا أمل، إحنا الأهلي مش فرقة صغيرة، هنروح هناك في المغرب وكمان داخلين إن إحنا مش رايحين نتعادل، رايحين نكسب. عايزك بقى تنزل تكتب لي في الكومنتات من وجهة نظرك إيه الأسباب اللي أدِّت النادي الأهلي يكون مستريح بفوزه 2-0 على الوداد إن هو يجيب فيه جون، هاستنى أشوف آرائكم في الكومنتات.